فيري جود. عطير محسبك كده 18 مليون و750 ألف بتوع هاشم، واللوحة اتباعت ب 6 مليون و200. يعني كده كسبنا 200,000 جنيه؟ دولار. يعني هي فارقة، ما احنا كده كده مش هنطول منهم حاجة. احنا هنعيده؟ لا مش هنعيده، احنا حافظين كويس، محدش هياخد حاجة غير لما نرجع للناس فلوسها الأول. احنا بينا اتفاق، الناس الأول وانتوا في الآخر. انت عارفة لو حد غيرك قال الكلمتين دول قبل ما يعني كنت هتعمل ايه؟ الله، ما انت سمعت قبل كده من زياد الكلام ده وما فتحتش بقك وقعدت زيك زي المخده اللي جنبك دي. بتبطل بقى فتحه صدر. اصلها بتقولها باستحقار قوي، يعني الناس الاول وانتوا في الاخر، كاننا جربه. لا معلش، احنا هيبقى معانا 10 مليون جنيه فوق فلوسنا. جربت ايه؟ إيه مستر سيد، ما قلتلناش يعني ايه خططك المستقبليه لما يبقى معاك المبلغ الضخم ده، غير ان انت طبعا عايز تتجوز ياسمين النشارتي؟ انا عن نفسي اشتري فيسبا. ايه؟ اشتري ايه؟ بايك. ما انا فاهمة. ليه فيسبا ليه؟ اصل انا طول عمري نفسي اشتري فيسبا واشتغل دليفري واكلها بالحلال. ما تاكلها بالحلال بعربية مثلا. انت مالك؟ ده حلم انا وحلمك انت؟ ده كابوس، ده حلم ايه ده؟ المهم احنا كده خلصنا جاسر وهاشم، اللي جاي ايه؟ اللي جاي ياسمين. ودي بقى هتكلفنا كام؟ هتكلفنا كل اللي احنا لميناه، وهنحتاج تمويل كمان. هنحتاج تمويل؟ لا ده احنا كده محتاجين نفهم. ما تشرح لكم. ألو؟ أيوة أنا. إيه؟ طيب أنا جاية دلوقتي، أنا لازم أمشي. فيها قبل ما اجي معاكي؟ الحمد لله المرة دي ربنا ستر. المرة الجاية تيجي تقرا على الفاتحة. ألف بعد الشر عليك، ده أنا كنت أموت نفسي. مش تخلي بالك من نفسك وتبعد عن المشاكل. وأنا من إمتى وكان ليا في المشاكل؟ ما أنا طول عمري في حالي، وغير اللي بيعمل المصيبة وأنا اللي بحاسب عليها. طب اهدى بس وفهمني اللي حصل ده سببه إيه؟ أنتي أنا؟ اللي عمل معايا كده كان عايز يوصل لك رسالة يا مي، عايزك تبعدي عن اللي بتعمليه أيا كان هو إيه. وطبعا ما فهمتش منه قوي. أكيد في حاجة غلط، صدقني أنا معرفش أنت بتتكلم عن إيه. قال لي قول لاختك ما تخونش الست اللي وثقت فيها، وما تمشيش ورا الحب والكلام الفارغ ده. ممكن بقى انت تفهميني فيه ايه؟ أنا عارفة إنك كنتي بتنقلي كل اللي بيتقال ما بيننا لزياد، وعارفة كمان إنك كنتي عاملة هاك للموبايل بتاعي وبتراقبيني بقالك شوية حلوين. يعني أنت عارفة إن أنا كنت بكدب عليكي من الأول؟ طبعا. طب واستنيتي عليا كل ده ليه؟ عشان أنا بالنسبة لي مفيش حاجة بتحصل صدفة ولا بدون غرض واضح، وبكرة كل ده لما يخلص